السلام عليكم. نوفمبر 2018 في عزبة أولاد مصير في سوهاج، كان يوم جمعة والناس خارجة من المسجد بعد الصلاة، فيلاقوا شوال عايم على وش الترعة وباين إن الشوال جواه جثة، فالأهالي يبلغوا رجال الشرطة عشان تيجي بسرعة، ولما يفتحوا الشوال يلاقوا جثة راجل في سن ال50 وملفوف في ملاية، وفي نفس الوقت معهوش أي أوراق شخصية. ولما الشرطة تراجع بلاغات الاختفاء ما تلاقيش أي بلاغ بمواصفات الجثة دي، لكن بعد أقل من ساعة يوصل بلاغ اختفاء بنفس المواصفات. ومن هنا تبتدي واحدة من أذكى الجرايم اللي حصلت. فصلي على الحبيب لأجل قلبك يطيب، ويلا نتكلم في جريمة الليلة. عشان نفهم التفاصيل فمحتاجين نرجع 12 سنة لورا، سنة 2006. راجل محترم اسمه كمال اللي عنده 40 سنة، شغال سمكري وكان عنده الورشة بتاعته، وكان طول ال40 سنة دول كان بيفكر في شغله وبس. لكن لما شاف ان حياته بتعدي قدام عينه ومش بيعيشها فقرر ان هو يتجوز. وبما ان القرى في الصعيد كلهم يعرفوا بعض، فكان عارف ان في بنت جميلة من عيلة كويسة اسمها سهير وعندها 21 سنة، وكان عارف انها من عيلة مرتاحة ماديا وابوها عنده محلات بقالة في نفس القرية. فكمال يروح يتقدم لسهير وابوها يوافق عليه لما يسمع رأي بنته فيه. وطبعا في القرى الناس بتبقى عارفة بعضيها، فاهل سهير كانوا عارفين سمعة كمال واهله كويس قوي. المهم في خلال 7 شهور الجوازة تتم عادي، ويعدي 2 سنين على الجواز وربنا يرزقهم بأول مولود. سهير بعد ال2 دول تحس ان هي اختارت غلط، وشايفه ان هي هتضيع عمرها مع حد اكبر من سنها ب20 سنه. وفي نفس الوقت كمال طول اليوم بره في الشغل، فبدات تحسس كمال انه مقصر في حقها، وتحسسه ان فرق السن ده عامل بينهم حيطه. لكن كمال تقبل الموضوع وبدا يفكر ازاي يرضي سهير. ومن هنا سهير تفهم ان كمال ممكن يعمل اي حاجه عشانها، واول حاجه تفكر فيها عشان تخرج من الزهق انها تنزل تشتغل بدل قعده البيت. وعشان كده اقترحت عليه انه يفتح لها سوبر ماركت عشان هي فاهمه في التجاره دي كويس، وده بحكم ان ابوها فاتح اكتر من سوبر ماركت في القريه، فعارفه تفاصيل الشغل كويس قوي. كمان رحب بالفكره قوي، وبالفعل بعد كام يوم يلاقي محل مناسب جدا قريب من البيت بتاعه. ولما سهير تستلم المحل تبدا تفرش البضاعه اللي هي جايباها، لكن كان اهم حاجه عندها ان هي تعمل اوضه زي مخزن للبضاعه، وفي نفس الوقت يبقى فيه مكان تقدر ترتاح فيه لو تعبت. وكمان عشان الاولاد لما يكبروا ويدخلوا المحل يبقى هم في الاوضه جوه وما يعملوش اي دوشه للزباين، فيخلص تجهيز المحل وسهير تدي تركيزها كله ليه. وكمال بينزل الساعة صبح لورشته ويرجع الساعة 7 بالليل، وفي نفس الوقت سهير برضه بتنزل معاه وبترجع معاه. ده غير انها عينت شباب تشتغل معاها عشان يساعدوها في الشغل وما يبقاش حمل عليها لوحدها. وتعدي 4 سنين كمان، وفي خلال الفترة دي ربنا يرزقهم بمولودين كمان، وبكده يبقى عندهم 3 أطفال. بعد فترة بسيطة حد من جيران كمال يعدي عليه في الورشة ويسلم عليه، والكلام يجيب بعضه، فيجيب سيرة ان هو كان معدي على المحل بتاع سهير بس لقى الباب الحديد بتاع المحل مقفول. فكمال استغرب الكلام ده، خصوصا ان المحل قافل وقت الظهر. فلما يروح البيت ويسأل سهير عن سبب قفلها للمحل، فتقول له انها كانت قفلها عشان كانت بتجيب بضاعة من بره. لكن الموضوع يتكرر للمرة التانية، وساعتها سهير تقول له ان هي كانت شغالة عادي بس كانت داخلة الحمام في الوقت ده. وبصراحة الرد كان مقنع جدا. بس الغريب بقى ان سهير كل فترة والتانية بتغير الشباب اللي بتشتغل في السوبر ماركت، وان اطول فترة بيشتغل فيها الشاب ما تعديش 4 شهور. فلما كمال يسألها ليه بتغير الشباب كل شوية، فبترد عليه بردود مقنعة جدا. مرة تقول له ان الشباب دول مش ملتزمين بالمواعيد، ومرة تانية تقول له ان ده سر الصنعة بتاعت السوبر ماركت، وانها بتمشي الشباب دول كل شوية عشان ما ياخدوش اسرار المهنة ويروحوا يفتحوا محلات ويبقوا منافسين ليها. وبالرغم من ان الرد ده كان فيه شوية طمع وجشع، الا انه مقنع جدا. تعدي 5 سنين كمان ونوصل ل 2018، وفي خلال ال5 سنين ربنا يرزقهم بالمولود الرابع. وطول فترة ال11 سنة جواز الدنيا مستقرة جدا والحياة ماشية كويس قوي. وفي الوقت ده كمال عنده 52 سنة وسهير عندها 33 سنة. بس في خلال الفترة دي كمال كان بيلاحظ ان عياله دايما عند خالتهم، لدرجة انهم اوقات كتير بيباتوا هناك، وساعتها يتضايق من الموضوع ده. لكن سهير تقول له ان هي عايزة عيالها وعيال اختها يبقوا كويسين مع بعض. ده غير ان كمال طول اليوم بره البيت في الورش، وسهير برضه في السوبر ماركت. وتعدي الايام والحياة مستقرة بين الاتنين.
يوم الخميس الصبح في نوفمبر 2018 سهير تتصل باخوات كمال بتسأل عليه وتقول لهم ان كمال كلمها في الورشة امبارح بالليل وقال لها ان عنده شغل واحتمال يتأخر، بس من ساعتها كمال ما ظهرش لحد دلوقتي وتليفونه مقفول. فاخواته ينزلوا يدوروا عليه في الورشة بس يلاقوا الورشة قافلة، فيدوروا عليه في القرية كلها بس برضه ملوش اي اثر. وتاني يوم سهير واخوات كمال يروحوا القسم عشان يبلغوا باختفائه، وكان في الوقت ده جثة كمال كانوا لسه مطلعينها من الترعة واللي كان باين على رقبته آثار الخنق. فالشرطة تعرف ان الشخص المختفي ده يبقى كمال، وساعتها يطلبوا من اخواته وسهير انهم يروحوا المشرحة عشان يتعرفوا عليه قبل ما الجثة تتحول للطب الشرعي. وسهير لما وصلت المشرحة انهارت لما شافت جوزها ميت بالشكل ده، واخوات كمال الصدمة كانت شديدة جدا عليهم، وفي نفس الوقت يتفتح تحقيق في الواقعة دي. الشرطة هنا تسأل اخوات كمال على اللي حصل، فيقولوا ان مرات اخوهم سهير اتصلت بيهم يوم الخميس وقالت انها ما شافتش كمال من يوم الاربع. بس الشرطة لما تسأل سهير امتى اخر مرة شافته تقول ان كمال جه البيت بالليل زي كل يوم وتعشى عادي، وبعدها جاله تليفون ولبس وقال لها انه نازل عشان عنده شغل. وفي نفس الوقت الشرطة كانت بتسأل الجيران امتى اخر مرة شافوا كمال فيها، فيعرفوا ان كمال قفل الورشة بتاعته وطلع البيت زي كل يوم. وبكده كلام سهير اتغير عن اللي حكيته لاخوات كمال، بس كلامها متوافق مع كلام الجيران. لكن بعد التحريات اللي اتعملت وبعد ما تقرير الطب الشرعي يطلع يتقبض على سهير ويتهموها بجريمة القتل مع سبق الأسرار والترصد. وفي الاعترافات اللي جاية الخبث والذكاء وفي نفس الوقت القذارة هيتجمعوا في سهير. من وقت ما فتح السوبر ماركت سهير كانت بتعمل احقر حاجة ممكن تعملها واحدة متجوزة. كانت بتحب تعمل علاقات محرمة مع شباب اصغر منها في السن، وكانت بتشغل الشباب عندها في مقابل انه يعمل علاقة محرمة معاها. ولك ان تتخيل انها كانت بتعمل العلاقات القذرة دي في السوبر ماركت، فبتقفل الباب الحديد بتاع المحل من جوه ويدخلوا اوضة المخزن ويعملوا الزنا بتاعهم، ولما تخلص تطلع وتفتح الباب تاني والدنيا تمشي عادي في السوبر ماركت وكأنه ما حصلش حاجة. ولما بتزهق من الشاب ده بتمشي وبتديله فلوس وبتجيب مكانه شاب تاني عشان تقدر تكمل في القذارة بتاعتها. بس لحد هنا كل العلاقات اللي عملتها سهير كانت مجرد علاقات محرمة بدون مشاعر، لحد ما نوصل لشهر اكتوبر سنة 2017، وفي الوقت ده تبتدي حكاية جديدة خالص مع سهير وهي قاعدة على الفيسبوك تتعرف على شاب صغير اسمه حسين اللي عنده 21 سنة وساكن كمان في نفس القرية. وسهير طبعا بتحب تعمل علاقات مع الشباب اللي أصغر منها، فعشان كده تطلب منه انه يعدي عليها في السوبر ماركت عشان تتعرف عليه. فحسين يروح زيارة لسهير في السوبر ماركت، ولما سهير تشوفه تبصله نظرة إعجاب، لكن حسين نظراته ليها من البداية كانت نظرات طمع، وشايف انها ست غنية وفي نفس الوقت واحدة رخيصة تحت ايده، فيقرر انه يعاملها بحب ويبين لها انه بيخاف عليها عشان ياخد مراده. لكن سهير تحس ان حسين غير كل الشباب اللي اتعاملت معاهم قبل كده، وتبتدي نظرة الاعجاب الاولية تتحول لعلاقة محرمة ما بينهم في السوبر ماركت. وده حصل لما طلبت منه انه يعدي عليها للمرة التانية هناك، ومن ساعتها اتحولت العلاقة من مجرد اعجاب لعلاقة حب من طرف سهير. وفي نفس الوقت لسه تفكير حسين عبارة عن مصلحة، لان حسين يبتدي يطلب فلوس من سهير وبالفعل تديله الفلوس اللي هو عايزها. وتمر على العلاقة دي 6 شهور، وفي خلال الوقت ده حسين يجي زيارات لسهير من الوقت للتاني في السوبر ماركت. وفي نفس الوقت الجيران ملاحظة حوار قفل المحل ده كل شوية. بس بعد ال6 شهور تتحول علاقة حسين بسهير من مصلحة لعلاقة حب، وبكده علاقة الحب بقت متبادلة بين الاتنين. وساعتها سهير تطلب من حسين انه يسيب شغله ويجي يشتغل معاه، وبالفعل حسين يوافق، ومن وقتها هو بقى المسؤول عن السوبر ماركت. ويعدي 6 شهور كمان والعلاقة الحرام اللي بين سهير وحسين زي ما هي. ده غير ان شوية من الجيران بدأت تلاحظ ان في حاجة مش مظبوطة ما بينهم. بس من كتر بجاحة حسين يطلب من سهير انه زهق من انه بيعمل علاقة معاها في المخزن ونفسه يتعامل طبيعي زي جوزها في البيت. وسهير طبعا ترفض الكلام اللي هو قاله عشان ما يتفضحوش، لكن توعده ان هي هتحقق له اللي نفسه فيه. لحد ما نوصل لنوفمبر 2018 وسهير وحسين مش قادرين يعيشوا بعيد عن بعض اكتر من كده. وساعتها سهير تروح تطلب الطلاق من كمال بس بدون اسباب، وطبعا كمال يرفض حاجة زي كده عشان ما بينهم اطفال. وساعتها سهير ما تلاقيش اي حل تاني غير انها تقتله، وتعرض الفكرة دي على حسين اللي قال لها انه كان عايز يعمل كده من بدري. ومن هنا تبتدي خطتهم.
في خلال يومين بس سهير تجهز كل حاجة، وحسين يشتري منوم ويديه لسهير علشان تحطه في الأكل بتاع جوزها. ويوم تنفيذ الجريمة بالليل اللي هو يوم الأربع، سهير تودي عيالها الأربعة عند خالتهم وتستنى كمال يرجع من الشغل زي كل يوم. وأول ما كمال يدخل البيت سهير تزن عليه إنه يعمل معاه علاقة قبل ما ياكل، وطبعا هي طلبت منه كده عشان ترهقه جسديا. وبعد ما كمال يعمل علاقة معاها وياكل من الأكل اللي حاطة فيه منوم، يبتدي يدوخ ويدخل ينام. وفي نفس الوقت سهير تتصل بحسين عشان يجي، وأول ما يوصل سهير تمسك مخدة وتكتم نفس كمال، وحسين يخنق كمال بإيده لحد ما يموت في إيديهم. ومن شدة الحقارة سهير وحسين يقرروا إن هم يعملوا علاقة جنب كمال وهو ميت. وبعد ما يخلصوا القرف اللي هم بيعملوه، يطلعوا ملاية ويلفوا جثة كمال جواها ويحطوها في شوالين. وبعدها حسين يكلم واحد صاحبه معاه تروسيكل، والاتنين ياخدوا الجثة ويرموها في الترعة على الساعة 2 أو 3 بالليل. وتاني يوم سهير تعمل التمثيلية بتاعتها قدام اخوات جوزها. طبعا رصيد الستر في الكبائر اللي زي دي بيخلص، وعشان كده الشرطة وهي بتعمل تحرياتها يعرفوا ان كمال طلع بيته يوم الاربع، وعرفوا كده من خلال الجيران، وده كان عكس كلامها اللي قالته لاخوات كمال. عشان كده غيرت اقوالها قدام الشرطة. بس اللي ما عملتش حسابه ان كان في جيران ومحلات جنب محلها كان عندهم شكوك ان في حاجة غلط بينها وبين الشباب اللي كانوا بيشتغلوا عندها، خاصة حسين. فالشرطة لما تعرف ان سهير كانت على علاقات محرمة بالشباب فيتحفظوا عليها تنهار وتعترف بالحقيقة. وفي نفس الوقت تطلع قوات من الشرطة وتقبض على حسين وصاحبه اللي كان معاه التروسيكل. وبعد ما التحقيقات ما تخلص يتحكم على سهير وحسين بالإعدام. مشكلة اللي زي سهير دي عمرها ما بترضى حتى لو معاها كنوز الدنيا، حتى لو كانت طلبت الطلاق وجوزها كان وافق، نوعيتها هتفضل تعشق العلاقات الحرام. وبكده تكون جريمة الليلة خلصت، واتمنى ان انا اكون عرضتها لكم بشكل كويس. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك الجامد بتاعك، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وكالعادة شكرا عشان اتفرجتوا للآخر. سلام.